بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي صحة جيدة. ووصفتنا للنهار اليوم يا البنات وصفة خفيفة ظريفة توجد في وقفة. اليوم جبت لكم وصفة نتاع بوتي فور، أحسن من اللي يتباع في المحلات بمقادير مضبوطة. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو أخواتي وما زلتم ما اشتركتوش في قناة مطبخ وتدابير أسرار، نقول لكم اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد القناة. بلا ما تنسوا تشجعوني بجام وكومنتار مشجع. ونبداو على بركة الرحمن في تحضير الوصفة. أنا هنا استعملت البيترا، تقدروا تستعملوا الباتور عادي. أهم حاجة يا البنات، عندنا 250 غرام مارغرين طرية بحرارة المطبخ، نضيفوا لها 250 غرام نتاع سكر كلاص وسكر ناعم، مغرفة صغيرة نتاع لافاني، وكرسة نتاع الملح لتعديل المذاق. ونبداو نخلطوا مليح حتى نتحصلوا على خليط كريمي. لازم اول حاجه يا البنات نخلطوا مليح السكر والمارغرين حتى نتحصلوا على خليط كريمي. وشوفوا هنايا ننزل هذا الخليط اللي في الفوي ونعاود نخلط مليح مليح كما سبق وذكرت حتى نتحصلوا على خليط كريمي. بالنسبه للبيض يا البنات انتبهوا مليح. في هذا حطيت 3 حبات نتاع البيض كاملين، 3 حبات نتاع البيض كاملين. المقطع فقط ما تسجلش لكن انتبهوا معايا. بالنسبه للبيض نحطوا حبه بحبه. نبداو هنايا نحطوا الحبه الاولى ونخلطوا مليح، ثم نزيدوا نضيفوا الحبه الثانيه نخلطوا مليح، ونزيدوا نضيفوا الحبه الثالثه. يعني الحبات نتاع البيض ما نضيفوهمش دفعه واحده، ونبقاو نزيدوا هنايا بعد ما نكمل الحبات نتاع البيض بثلاثه نزيدوا في السرعه ونخليوه يتخلط مليح. شوفوا هنايا ننزل الخليط اللي في الجوانب هكذا باش الخليط نتاعي يتخلط كامل كيف كيف. ونزيد نخليه يتخلط مليح مليح كامل المكونات، يعني السكر والمارغرين والبيض اللي حطيت 3 حبات نتاع البيض يعني وحده بوحده. ونزيد في السرعه ونخليه يتخلط حتى الخليط نتاعي يتضاعف الحجم نتاعو. هذا سر من اسرار نجاح البوتيفور. واللي ما عندهمش البيترا يخلطوا بالباتور عادي. شوفوا الخليط نتاعي كيفاش تغير لونه ولا كيما حل كريمه. هنايا يا البنات نضيفوا المكونات الجافه اللي هي 2 مغارف كبار بودرة الحليب، نضيفوا لهم مغرف كبيرة مملوءة نشا أو مايزينا. وطبعا يا البنات ملاحظة، إذا كان حبيتوا البوتي فور نتاعكم يجي يعني مبسس بزاف حطوا 2 مغارف كبار تاع المايزينا. واذا حبيتوه يجي يعني ما يتفتتش حكم روحوا حطوا مغرف كبيره كما حطيت انا. زيد ضفت مغرفه صغيره، المغرفه صغيره خلاص تاع الخميره الكيميائيه او خميره الحلويات، ونص مغرفه تاع البيكربونات. ونص مغرفه تاع البيكربونات هي اللي رايحه تعاون في الاحمرار تاع البوتي فور. ونخلطه من بعد الفرينه كما سبق وذكرت 250 غرام تاع المارغرين تقابلها 500 غرام تاع الفرينه، مقدار مضبوط. 250 غرام تاع المارغرين تقابلها 500 غرام تاع الفرينه مغربله. نبدا نضيف، حطيتها في بول ونبدا نضيف غير بالمغرفه وغير بالعقل كما راكم تشوفوا، يعني الصوره راهي واضحه. نعاود يا البنات بالنسبه للمكونات الجافه، ضفنا 2 مغارف كبار بودره الحليب، ضفنا مغرف كبيره مملوءه نشا او مايزينا، وتقدروا تروحوا حتى 2 مغارف كبار نتاع النشا اذا حبيتوه يذوب في اليد قبل الفم. وضفت مغرفه صغيره خلاص خميره كيميائيه وخميره الحلويات، ونص مغرفه او على راس مغرفه صغيره بيكربونات. ونبداو نضيفوا 500 غرام تاع الفرينه غير بالعقل. هذا لازم نكملوها كامل، وهذا هو الخليط اللي تحصلت عليه في الاخير. شوفوا يا البنات ضفت 500 غرام تاع الفرينه، وشوفوا الخليط نتاعي كانه كريمه. شوفوا كيفاش راهو خفيف ريشه. في هذا الوقت نجيب لابوش ديالي نعمرها بهذا الخليط، السنيوه نتاعي نفرشها بورق الطاي، ونبداو نشكلوا في البوتيفور. وطبعا الاشكال نتاع البوتيفور راهم بزاف يا البنات، انا خيرت باش نخدمهم بالطول. كاين كذلك اللي نخدمهم على شكل وردات، لكم الاختيار. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش لابوش كيما هذه تقدروا تستعملوا لابوش جوتابل طبعا، لكن حطوا فيها كميه قليله فقط نتاع الخليط باش ما تتقطع لكمش وتقدروا تخدموا يعني وانتم مرتاحين.
شوفوا هنايا لازم يكونوا في الطول قد قد هكذا باش كي تلصقوهم حبه بحبه، يعني ما تجيش وحده طول من الثانيه. نكمل يا البنات نشكل كيما راكم تشوفوا. الفرن تاعي سخنته على 180 درجه، نطيبوهم في الرف الوسطاني. كي تحطوهم يطيبوا يا البنات، كي تشوفوهم حمروا من التحت شعلوا لهم من الفوق. انا فقط الفرن تاعي راهو فسد ما يشعلش من الفوق، يعني لو كان زدت لهم خليتهم يحمروا اكثر راحين يتحركوا من التحت وما يديوش التحميره اللي راني نحوس عليها. على هذا اكتفيت بهذا القدر، لكن نتوما كي تشوفوهم بداو يحمروا من التحت طفيو وشعلوا لهم من الفوق. وهنايا بعد ما بردوا خدمتهم بالطريقه الكلاسيكيه، يعني لصقتهم بالمعجون، ذوبت القليل نتاع الشوكولا، ضفت لها القليل نتاع الزيت في حمام مائي طبعا، ونلصقوا نضيفوا الشوكولا في الجوانب ونتحصلوا على كميه كبيره ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم، خليوا لي جيم كومنتير مشجع، واهم حاجه اشتركوا يا البنات باش توصل قناه مطبخ تدابير اسرار ل50 الف مشترك خلال شهر رمضان الكريم. يا البنات عاونوني بالاشتراك، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، مع وصفات اخرى باذن الله.